العادة دي الصراحة مش عارف أبطلها تقريبا من أيام ثانوي حاجة كده يعني، بالذات سنة تالتة، وعلى طول بتحصل. هي بتحصل لسببين: يا إما مرة بتبقى غصب عني، يا إما بتبقى مرة بمزاجي أو تكاسلا مني. حصلت لك كام مرة تبقى ماشي ومظبط خطتك وعامل كل حاجة وراسمها بالحرف، وتيجي مرة واحدة تحصل حاجة تضرب لك الخطة كلها، وتضطر يا إما أنت تدخل من الخطة يا إما أنت ما تعملش منها حاجة غير حاجات بسيطة لا تذكر. تمام، أظن حصلت معاك كتير وحصلت معايا ولسه هتحصل كمان وكمان يعني، لأن طبعا مش كل الظروف مطوعة باختياراتها. يعني إن أنت أصلا في ظروف خارجية ممكن تحصل، ممكن لا قدر الله مثلا تتعب أو أيا كان، فبالتالي يمنعك ان انت تخلص اللي وراك او تمشي على الخطه زي ما هي مرسومه. اللي خلاني اعمل الفيديو ده ان حصل معايا من بعد اجازه بتاعت سنه تانية. تمام، اللي هي الاجازه الحاليه دي، انا كنت ناوي ان انا اعمل شويه حاجات كده معينه، اخلص كورس وادخل رواد مصر ومش عارف بعديها ان تي اي وحبه حاجات كده. بص، كنت راسم كل حاجه بالحرف، بس للاسف، او يعني خليني هديك يعني نبذه عن الخطه اللي كانت هتمشي. الخطه كالاتي: ان انا بعد اول شهر من الاجازه هخلص كورس معايا يعني بتاع مصطفى سعد، اخلصه اخش على رواد مصر، لان هي ما كانتش هتبدا غير بعد شهر من الاجازه. يعني انا خلصت في اخر ستة او في نص ستة تقريبا، رواد مصر كانت هتبدا تقريبا نص سبعة، فبعديها بشهر فوتت الشهر ده ام لا ان انا اخلص الكورس بتاع دكتور مصطفى. بس وقلت بعد ما اخلص او بعد ما اوصل لنص سبعة مثلا، بعديها بشهر لو كل الان تي اي بدات اروح داخل فيها، وبعدين الان تي اي اروح داخل في مش عارف كورس تاني. فكنت راسم كل حاجة بالحرف، مش سايب ظروف، مش سايب احتياطات ان هو ممكن الخطة ما تمشيش. لا، انا عامل زي هتمشي يعني هتمشي. فاقول لك بقى اللي حصل، يعني عشان هو ده اصلا اللي خلاني اعمل الفيديو. اللي حصل يا سيدي ان انا كان ال ال الشهر اللي هو بتاع اللي بعد الاجازة ده نزلت شغل. ما عرفتش ان انا اخد اي حاجه من الكورس نهائي، تقريبا ما خدتش غير محاضره، اول محاضره تقريبا. فضلت مسؤول في الشغل تقريبا شهر ونص. الرواد مصر كان المفروض يبدأوا 17/7، فضلت اندر ريفيو تقريبا لحد اخر سبعة. تمام، يعني اسبوعين زياده، يعني تقريبا قعدت شهر ونص من غير ما رواد مصر يكونوا ردوا اصلا. تمام، وفي الاخر خدت ريجكت الحمد لله، يعني ما علينا. والان تي اي هي اللي بدأت في نص سبعة، تمام، 19/7 تحديدا يعني. بس فخطة زي بتاعتي دي اللي كانت ماشية بالشهرة وما فيهاش غلطة، كلها اتضربت بالصاروخ، ما بقاش فيها حاجة سليمة تقريبا. بس الفكرة وما فيها ان هو انت دلوقتي مش لازم نستنى الوقت البيرفكت، تمام، او ان الخطة تبقى بيرفكت عشان نمشي عليها. تمام، لان مفيش حاجة تبقى بيرفكت اصلا عموما، ولا الوقت المناسب هيجي، ولا الخطة المناسبة هتيجي، ولا التوقيت المناسب هيجي عشان تبدأ، ولا ان انت تخطط صح. إيه اللي مخليني برضو اتكلم في حاجة زي كده؟ لان في احيانا بيختلط علينا الامر ان احنا في خطط بتفشل بسبب ان احنا مثلا بنتكاسل عنها، واحيانا بتفشل بسبب ان انا اللي حصلت لي مثلا ظروف زي اللي حصل معايا، ان انا بدل ما انزل الكورس او رواد او ايا كان، انا اضطريت ان انا انزل الشغل. فده عرقلني عن ان انا انفذ الخطه بتاعتي، مش تخاذلا مني، يمكن الظروف الخارجيه هي اللي اضطرتني حاجه زي كده. بس لازم نفرق بين حاجتين: ان انت هل بخطه باظت بسبب ان انت تكاسلت عنها، ولا ان انت حصلت لك ظروف فبالتالي اضطريت ان انت تتخلى عن الخطه دي وتعمل خطه غيرها. لان طبعا هتتكاسل عن الخطه، فتتوقع انت مثلا ماشي هنتأخر أسبوع، يعني أنت مثلا حاطط 6 أسبوع، سبت 3 أيام واشتغلت في آخر 4 أيام من الأسبوع، يعني أنت كده تكاسلت. تمام، وبعد كده اشتغلت. تمام، في ناس تتكاسل الأسبوع كله تزنق نفسها آخر يوم. دي الصراحة كنت بعملها في تسليمات الأسايمنت يعني عموما، ما علينا. فالحوار ما فيه إن دلوقتي حضرتك حط خطة، تمام، وادي لنفسك رينج للظروف. ان هو يعني افرض مثلا حصلت لا قدر الله مثلا تعبت، لا قدر الله مش عارف اضطريت ان انت يعني ابقى معركة مشاوير مفاجئة كده مثلا طلعت من تحت الارض اضطريت تعملها. فانت مثلا لو الخطة بتاعتك اسبوع، او لو بالتاسك اللي وراك ياخد له اسبوع، تمام، ادي له 10 ايام. والله خلصت قبل ال 10 ايام كان بيها، ما خلصتش قبل 10 ايام خلاص، يعني انت في المساحه الامنه بتاعتك. الكلام ده في حاجه ان انت ليك الحريه تختار الديدلاين بتاعها هيخلص امتى ويبدا امتى. تمام، لو حاجه مثلا مفروض عليك زي اساينمنت، فحاول انت تمشي بنظام التشانس، ان انت قسم الحاجه الكبيره على اجزاء صغيره. تحاول ان انت تخليها متقسمه باجزاء صغيره كل يوم، بحيث ان انت ما تزنقش نفسك في الاخر، وفي نفس الوقت يعني بتعمل حاجه من غير ما تحط نفسك تحت ضغط.
بعض النصائح العامة كده لبعض الناس يعني بتتكلم عن طول، حاول زي ما قلنا تحط ديدلاين أوسع بنسبة معينة من الديدلاين اللي أنت عايزه. يعني أنت مثلا خطتك أسبوع، حاول إن أنت تزود لها يومين أو 3 زيادة، احتياطي احتياطي، مش للداعي إن هو تتمكع فيه، لا، بظروف احتياطية. وحتى الشانكس دي إن أنت لو تسكاي كبيرة جدا جدا جدا، حاول إن أنت تقسمها على أجزاء، كل يوم تاخد جزء صغير منها، بحيث ان انت ما تحطش نفسك تحت لود، وفي نفس الوقت ما تلاقيش نفسك اتزنقت في الوقت في الاخر واضطريت ان انت تعمل كميه كبيره جدا في وقت صغير قوي. الخطط عموما بتتقسم لنوعين: خطط لونج تيرم وخطط شورت تيرم. الشورت تيرم هي نفس نظام الشركات اصلا. الشركات نفسها لما تيجي تعمل خطط استراتيجيه مثلا للبيع او للماركتنج او ايا كان، بتعمل خطط لونج تيرم وخطط تعمل خطط شورت تيرم. الشورت تيرم ده بيطوع او بيختم بيها اللونج تيرم. اللونج تيرم بيحط مثلا خطه 3 شهور، يقول لك احنا عايزين نحقق مبيعات بمبلغ كذا، تمام. يجي في الشورت تيرم يقول لك والله بص احنا هنقسمها مثلا كل اسبوع هنتابع احنا وصلنا قد ايه من الخطه الكبيره. فانت قسم مثلا دنيتك ان انت مثلا في خلال شهر محتاج ان انت تخلص مثلا، خلينا نقول كورس PHP مثلا يعني هتتابع نفسك كل اسبوع خلصت قد ايه من الكورس، وهل البروجرس بتاعك كويس ولا لا، وكمان هل انت مثلا مستفيد من الكورس ولا لا. كانك بتقيم الاداء بتاعك على مدار الشهر من خلال اللي هو خطط الشورت تيرم. فخلينا نفترض ان مثلا عندك بلاي ليست بتتكون من 60 فيديو مثلا، وانت محتاج تخلصها في مده شهر، فانت تقريبا في اليوم عايز تخلص فيديوهين. هتخلص يا سيدي كل يوم فيديوهين، يعني تقريبا في معدل 2 7 و14 فيديو في خلال الاسبوع، تمام. انت كل اسبوع قدامك 14 فيديو تخلصهم. التارجت الكبير اللي انت عايز تحققه ان انت تخلص 60 فيديو كاملين. فالخطط الشورت تيرم بتراقب بيها مدى تقدمك في الخطه اللونج تيرم. يعني انت ما بتقيسش باللونج تيرم، يعني انت بتقيسش على مدار الشهر، انت بتقيس بالخطه اللي هي الشورت تيرم. واحدة أهم الاستراتيجيات برضو إن بيقول لك الخطة اللي أو الحاجة المدة اللي أنت هتاخدها في إن تعمل تاسك معينة هي هتفت على المدة بتاعت التاسك. يعني انت خلينا نفترض عمي مثلا انت وراك فيديو 6 ساعات بيتكلم عن PHP، برضه مش عارف انا ماسك في PHP بس ماشي. فيديو 6 ساعات، الفيديو 6 ساعات ده يخلص في الطبيعي في مدة 3 أيام، تمام. هتقسمهم على المدة كل يوم ساعتين، على 3 أيام كل يوم ساعتين. خلصت الكورس أو خلصت الفيديو في المدة اللي هي ال3 أيام، تمام. وخلاص تمام وظبطته وكله زي الفل. لو ابتديت الفيديو في يوم برضه هتخلصه، لان المده اللي انت بتحددها هي بتفت على الحاجه اللي انت عاوز تخلصها في المده دي. طبعا هتضغط نفسك شويه ويعني برضه هتخلصه، يعني انت وراك ديدلاين عايز تخلصه فيه. بس دي التكنيكس اللي حاولت ان انا اظبط بيها الدنيا في التخطيط عندي شويه، يمكن يتحسن نوعا ما. بس هو اديني لسه بحاول فيه او يعني اول باول، بحيث ان هو ما يبقاش في خطط بعملها واضيع وقت في التخطيط والكتابه وان انا اظبط دنيتي واموري ووقتي وحالي وكل اللي محتاجي، واجي في الاخر عيد كل ده من الاول بسبب ظروف حصلت اضطريتني ان انا الغي الخطه، تمام. على طول ممكن تبقى في ظروف اقوى من ان انا اصلا يعني اعمل ربع الخطه حتى، بس بحاول ان انا بتفادى الحاجات دي على قد ما اقدر. بس الموضوع ما فيه ان هو احاول على قد ما اقدر ان انا اعمل خطط قابله للتخطيط، ما تبقاش خطط اوفر زياده عن اللزوم. يعني انا مثلا اصلا ما كنتش متخيل اعرف ازاي ان انا اخد كورس ارتفاع صاعده في مده شهر، وبعد كده اخد روايه، وبعد روايه NTI، وبعد NTI كنت اخش في كورس تاني بتاع الITI. فاصلا وانا بتخيلها اصلا دلوقتي من غير ما هي تحصل، هي تقدر تبرر للتخطيط اصلا. يعني المده دي عايزه لها 6 7 شهور تقريبا، مش عايزه لها ال3 4 شهور بتوع الاجازه. مش هي غير قادره للتحضير يعني. فهو كان قدر من ربنا والحمد لله ان هو حصل. يعني كده كده اصلا حتى لو خططت 100 سنه قدام مفيش احسن من تخطيط ربنا ليك. برضه كان من الادعيه اللي بتتقال على طول: اللهم اختر لي ولا تخيرني. فهو كده كده يعني تقدير ربنا هي احسن حاجه على طول، من غير ما انت تتعب دماغك وتخطط. احنا كل اللي بنعمله بناخد بالاسباب، حصلت كان بها، ما حصلتش كان بيها برضو. مش هيتضايق، هنخطط من الاول ونحاول من الاول وهكذا. بس ده التوبيك بتاع الفيديو بتاع النهارده. في بقى ممكن الفيديو اللي جاي او اللي بعده لسه مش عارف، يعني لسه ما خططتش حاجه زي كده. ممكن نعمل الفيديو عن الخطط اللي بتفشل بسبب التكاسل، الخطط اللي بتفشل بسبب تقصير مننا، تمام. فانتظر ان شاء الله الفيديو القادم. لو وصلت لحد هنا متنساش اللايك، سبسكرايب، واشوفك الاسبوع اللي جاي. السلام عليكم.